السلام عليكم، ايه الاخبار؟ كانت دايما بتواجهني مشكله لما ببقى قاعد في قاعده وقاعد وسط ناس وبشرح حاجه او بلقي حاجه عندي، بلاقي دايما مفيش اثر للكلام، مفيش حد مركز قوي مع كلامي او مفيش حد منصت لكلامي. كل ده كان بسبب ان انا كان مخفي عندي شويه معلومات، وكنت دايما بلاقي ناس لا بتتكلم وبتلقي والناس منصته ليها وبتقول معلومات حتى لو مش قيمه، ولكن هو جذب الانتباه. وكنت دايما بقول ازاي مش قادر اترجم هم بيعملوا ده ازاي. حتى في العيله عندي كان في ناس بتحكي قصص حرفيا بتجذب الانتباه، كان الموضوع حرفيا بالنسبه لي مش مترجم، كان غريب. كنت دايما بتساءل هو ازاي بيعملوها. حتى لما اشتغلت في شغلانه المبيعات كان دايما اللي بيتواصل مع الزبون او الشخص اللي شغال معايا بيعرف يتعامل مع الزبون، عارف ازاي يكلمه ويتواصل معاه، وانا كنت ساعتها مش قادر اترجم انتوا بتعملوها ازاي يا جدعان. كنت بروح اقعد مع واحد صاحب ليا في محل، حرفيا الشخص ده قمه في الروعه. انا لما قابلته قلت له انت لو فتحت يوتيوب انت مش محتاج مجهود في الالقاء، حرفيا الشخص ده ممتاز جدا ممتاز. فبنبقى قاعدين جوه المحل وقاعد في كرسي، انا في كرسي قصاده وهو يقعد يحكي، حرفيا الفايس بتاعته ما شاء الله جدا جميله، وبيحكي الموضوع وبياخد الانتباه ما شاء الله لا قوه الا بالله. وبرضه قابلت واحد تاني حوالي 50 سنه، حرفيا الراجل ده انا عارف انا لو رحت له انا مدرك الموضوع ده انا هضيع وقت. انا مره رحت له قبل كده من الساعه 12 لحد الساعه 3 وانا اصلا مش مدرك الوقت. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. حرفيا انا كلمته قلت له بص، قلت له انت تنفع ممثل، انت حرفيا لو فتحت حساب على اي منصه الناس هتتابعك. حرفيا الشخص ده ناس كتيره حتى قالت له الموضوع ده ان هو حرفيا صوته رائع، درامي، صوته درامي حرفيا، كل كلمه ويجي معاك وينزل معاك ما شاء الله عليه ما شاء الله. اكتشفت الموضوع كله عباره عن الصوت، صوتك، القصة كلها في صوتك واستخدامك لمشاعرك. يا الله، الموضوع بدأ معايا حرفيا لما بدأت أسجل فيديوهات على اليوتيوب. لما بدأت أسجل فيديوهات على اليوتيوب بدأت ألاحظ نفسي، بدأت ألاحظ بعض الكلمات اللي بكررها. يعني في كلمة كنت بكررها دايما والكلام من ده، أول ما أجي أخلص حوار أقول والكلام من ده والكلام من ده. بعد كده وأنا بمنتج بقول ملهاش لازمة الكلمة دي، حرفيا ملهاش لازمة خالص في بعض الجمل اللي أنا بقولها. التصوير حرفيا خلاني أدرك حاجات كتيرة جدا. ساعات ببقى بتكلم بلقي حوار بلاقي نفسي بتكلم وبعد كده الكلام اختفى اندثر. فده خلاني اعي للموضوع ده، وبدات استخدم الموضوع ده مع اصحابي وانا بحكي قصه. بدات اركز على مخارج حروفي، هل انا بقول كل حاجه ومركز على كلماتي ولا لا. الموضوع بياخد مجهود في البدايه لان انت مش متعود على ده، انت مش متعود على الموضوع ده، وهقول لكم على الموضوع ده ليه قدام. تاني حاجه حرفيا خليتني اركز على الموضوع، لسه سامع بودكاست لواحد جدا رائع اسمه فين، شخص متخصص في الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل. يا الله، لما سمعت الشخص ده نور لي حاجات، ترجم لي ايه اللي بيحصل، ليه الناس دي بتتكلم كده. اول ما سمعت البودكاست الكلام ده من اكتر من اسبوعين، انه اغلب البشر بتركز على صورتها، الايمج بتاعتها وهي بتتكلم وهي بتقول، بس ما حدش بيركز على صوته، ما حدش بيركز على الاداه دي. وانت حرفيا صوتك ده اللي انت بتتكلم بيه ده هو عباره عن سلوك انت اتعودت عليه، حاجه انت اتعودت عليها. حتى طبقه صوتك اللي انت بتتكلم بيها دي انت واخدها من اهلك، من ناس حواليك. لان زي ما قلت اصلا العقل البشري ما يقدرش يخلق حاجه جديده، هو بيشوف حاجات حواليه ويبدا ان هو يجمع بينها ويركبها. حتى صوتك، شفت ابوك مثلا بيتكلم بطريقه، عمك بيتكلم بطريقه، بتبدا انك تركب وتجمع الامور دي كلها مع بعض. ممكن تشوف شخص من بعيد كده تقول عليه ده شخص باين عليه فريندلي او شخص باين عليه طيب، بس لما يتكلم بصوته يفرق. ممكن واحد تشوفه نبرته حاده من بعيد كده، بس لما يتكلم معاك ممكن يطلع شخص فريندلي عادي وشخص يتعاشر. فصوتك، اغلب الناس اللي مش بتركز على الموضوع ده، صوتك هو وسيله تواصل، هو اللي انت بتتواصل بيه مع الناس. مع البادي لانجوج بتاعتك، مع تعابير وشك، مع تعبير جسمك، كل الامور دي، ولكن صوتك هو الاهم، هو اللي بتوصل بيه معلوماتك. بصراحه لما سمعت البودكاست استفدت استفادات كتيره جدا. ازاي تستخدم صوتك، امتى تسرع، امتى تبطأ، امتى تعمل هايلايت لكلام، بس انك تيجي عند الكلمه وتقف. زي مثلا ممكن اكلمك دلوقتي اقول لك عدى معايا موقف صراحه وكان جدا صعب، انت كده عملت هايلايت للكلمه دي. وامتى تعلي صوتك وامتى تبطئ صوتك. حرفيا كان بودكاست رائع وعاني الحاجات كتيره جدا. وده خلاني ارجع تاني للاشخاص اللي قابلتهم قبل كده. رحت مع الشخص ده يعتبر سنه فوق ال50 سنه، رحت كلمته وقاعد مركز مع صوته وازاي بيعلى وازاي بينزل. قال انت مركز معايا كده ليه؟ فقلت له انت ازاي قدرت توصل للحاجه دي؟ هل انت مع البيئه، مع الشغل، مع المجتمع؟ فاداني اجابه حرفيا وضحت لي حتى حاجات كان بيتكلم عليها فين. قال لي الناس دايما كان بتكلمني على حته انه انا شبه ابويا، ان هو شبه ابوه، فهو كان واخد الموضوع ده بس من ابوه،
عمل كابتشر كوبي طريقه كلام ابوه، خدها وبقى هو يتعامل بيها. فحرفيا الموضوع كله طريقتك اللي انت بتتعامل بيها دلوقتي دي هي مجموعه من السلوكيات. حرفيا هو قال نقطه جميله جدا، قال لك ما تخليش شخصيتك القديمه تحبس شخصيتك اللي جايه، او ما تخليش نسختك الحاليه تقيد نسختك اللي في المستقبل. حتى هو اتكلم على موضوع شخصيات الانتروفيرتد والاكستروفيرتد. هل انت شخص انطوائي ولا بتحب تتعامل مع الناس؟ هل انت شخصيه منبسطه ولا شخصيه منغلقه؟ اتكلم على الموضوع ده وقال الموضوع كله انت بس متعود. في شخص متعود انه يقعد مع نفسه ومستريح مع ده اكتر، وشخص تاني العكس متعود من صغره ان هو بيطلع وبيتكلم ويتعامل مع الناس، فهو بيستريح مع ده عادي وما بياخدش منه مجهود. حرفيا لاحظت انه اكتر الشخصيات الاجتماعيه هي اللي بتكتشف الحته دي، لان هو بيعاشر ناس كتير، فلما بيبقى عايز يوصل فكرته حد قطعه فيبدا يفكر طب هيوصل فكرته ازاي، وهكذا وهكذا وهكذا. اغلب الشخصيات الاجتماعيه حرفيا لقيتهم فيهم حته من موضوع الصوت وتوصيل المعلومه بالصوت بتاعهم والمشاعر، ولو جزئيه بسيطه. نيجي بقى لتجربتي للموضوع. هشرح تجربتي بالموضوع من ناحيتين، من ناحيه الدايره القريبه والدايره البعيده. الدايره القريبه حرفيا كانوا مستعجبين، انا بتكلم بطريقه مختلفه، بتكلم بطريقه مش متعودين عليها. انت بتتعامل كده ازاي؟ حتى احد اصحابي المقربين لما بدات اتعامل واتحاور بالاسلوب ده باسلوب جديد بدا يبص لي نظره استغراب. هو ما ابداش اي كومنت على الموضوع، ولكن هو بصص لي باستغراب، بصص لي باستغراب من بعيد. اما الدايره البعيده لما جربتها معاهم حرفيا بدا يكمل معايا الموضوع. في بعض التريكات اللي قال عليها فين في البودكاست حرفيا لما استعملتها حتى ان حد يقاطع كلامك ما حصلتش. الموضوع كان جدا رائع. حرفيا انا بقيت بحب العلم، بس مجرد معلومه توضح لك حاجات كتيره جدا، معلومه واحده بس، يا الله. بقيت بقى اترجم ازاي بتوع المبيعات وازاي الشخصيات دي بتتعامل كده، لدرجه ان انا حرفيا حابب ان انا اطلع واتعامل مع الناس اجرب مع ده واجرب مع ده واجرب مع ده. الموضوع جدا جدا ممتع. القصه كلها بس انك تطلع تجرب، ولو انت عندك شويه احراج انك تستخدم اسلوبك الجديد ده في الدايره القريبه، ممكن تروح محل بعيد، ممكن تروح حد ما يعرفكش وتبدا تحاول تستخدم طبقات من طبقات صوتك. ليه؟ اولا الغريب ده ما يعرفش عنك حاجه وما يعرفش اسلوبك القديم. حتى الفين الموضوع ده حرفيا كان جدا رائع. قال لك انت ممكن تحس ان انت فيك، ان انت ده مش انت اصلا، او انت بتتكلف الموضوع، ولكن قال لك ده طبيعي جدا، انت بس مش متعود على ده. انت صوتك الحالي وطريقتك الحاليه وطريقه تعبيرك الحاليه ده عباره عن سلسله من السلوكيات اللي انت اتعودت عليها بس. وده يرجعنا المعلومه انا كنت قايلها قبل كده في ازاي تكون صانع محتوى. حرفيا انا قلت معلومه هناك ان انت ما تستهلكش طاقه كتير في المحتوى. انا ليه لازم استهلك طاقه كتير؟ ليه لازم اخرج عن شعوري واطلع بطريقه هايب عالي او فايب عالي؟ انا دلوقتي بتراجع عن اللي قلته حرفيا. لا، انت لازم تستعمل صوتك. انا طبعا الفايبس بتاعتي عاليه حرفيا. فانا بعد ما قرات وفهمت شويه عن النفس وعن العقل قلت لا، المفروض ان انا ابقى اهدى شويه عشان اعرف افكر كويس وما يقطعش فكري اي انفعال. وده حرفيا اللي كنت بربطه في الشخصيات الهاديه، ان هي حرفيا انفعالاتها هاديه جدا، عواطفها هاديه جدا. في ناس حتى ممكن توصل لمرحله البرود. ده من احسن الحاجات، لان الشخصيات الهاديه حرفيا من اكتر الشخصيات اللي بتعمل عقلها. فلما سمعت فين حرفيا بدل ما كنت اهديها تماما، بالعكس ان انا استعملها، ان انت تستعمل الطاقه دي او الفايبس دي حتى لصناع المحتوى. صناع المحتوى بالذات لازم تدي فايبس عاليه، لازم حتى لو اوفر زياده عن اللزوم. انت ممكن تحسها اوفر، انا اتكلم بالطريقه دي ليه، ولكن لما بتوصل للكاميرا هي بتقل، ولازم تشد انتباه الجمهور، لازم تشد انتباه اللي بيسمعك. ساعات برضو الواحد حتى لو مش متعلم الطريقه دي، حتى لو هو انتروفيرتد، حتى لو هو انطوائي، ولكن لما يجي يقول الكلام من قلبه بصدق يلاقي فيه تأثير، يلاقي فيه مشاعر طلعت، يلاقي ممكن يستعمل طبقات من صوته وهو ما استعملهاش قبل كده عشان طلع بصدق. فهو حرفيا موضوع الإلقاء يعتبر نوع من أنواع التمثيل، لأن أنت بتستعمل مشاعرك. عشان كده أحسن البياعين هم ممثلين بارعين جدا، بيعرف إزاي يستعمل صوته ومشاعره وإزاي يخش للزبون ده بطريقة وده بطريقة تاني. فالموضوع حرفيا يستحق، لأن دي أداة تواصل عندك. جرب العب بصوتك. حرفيا انا كنت بقول الكلمه دي قبل كده في فيديو انا مسحته عن تعلم اللغه الانجليزيه، ان انت تلعب بالكلمات. كل ما تلعب بالكلمات اكتر وتحرك بقك ولسانك مع الكلمه هتقربك ان انت توصل ازاي هما بينطقوها. القصه كلها بس انك تلعب بالكلمات. فموضوع الصوت العب بصوتك، بس الموضوع كله لعب بالصوت. اكتشف طبقات جديده. انا عارف الموضوع هيستنزف منك طاقه كبيره جدا، ولكن يستاهل. هتبدا تتعود عليه. طبعا تجربتي اول الاسبوعين كنت بادئ بحماس وبادئ ان انا عايز اجرب الموضوع وعايز اغير من صوتي وطريقتي، ولكن مع الوقت لقيت في الاسبوع الثاني بدات انسى اصلا المفروض اتعامل باللي انا اتعلمته. وحرفيا بيستنزف طاقه منك رهيبه لانك بتستعمل مشاعر من عندك، فده بيستنزفك نفسيا وبيستنزف طاقتك. فالموضوع هياخد منك وقت عشان تبدا تبني سلوك جديد. فالحل اطلع
اطلع وجرب، روح سوبر ماركت بعيد، اتكلم مع ده وده وده، حرفيا هتبدا تلاحظ الموضوع بدا يبقى فيه تغيير، بدات الناس تركز معاك، بدات لما تيجي تحكي او تعرض حتى حاجات، فكره مشروع ان كان او شيء في الكليه، الموضوع حرفيا هيبقى ليه اثر كبير جدا. وما تربطش نفسك بالهويه بتاعتك القديمه، حاول ان انت تتحرر من هويتك القديمه وتجرب، بس جرب، اطلع وجرب. بس وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. حرفيا المعلومات اللي عرفتها دي حرفيا معلومات جدا رائعه، انا حرفيا انبسطت لما عرفت المعلومات دي، ولما طلعت وجربت ولقيت في اثر. يا الله، الموضوع ده بس عشان كان شويه معلومات. فما تنساش انك تشترك في القناه وتدعمنا بلايك، ولو انت عندك اي تجربه خضتها مع الموضوع ده، ما تنساش تشاركها معانا تحت في خانه التعليقات. حرفيا الموضوع هيبقى مهم بالنسبه لي، ونفسي اعرف تجربتكم في الموضوع، لو اي حد عنده تجربه مع الموضوع ده. ما تنساش تاخد كام لفه كده في القناه قبل ما تطلع. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.